تصريح ناري من كابتن احمد حسام ميدو. خلينا نسمع ونرجع لبعض مره تانية. شخصية منتخب مصر كانت مفقودة. ومنتخب مصر كان منتخب مصر كان تايه. واقول لحضراتكم ليه بقول الكلام ده. المدرب الوحيد من يمكن من اكتر من 15 سنة. المدرب الوحيد اللي متمسك بقوانين واعراف كرة القدم حسام حسن. الكلام اللي بيقوله ده هو ده الكلام اللي هي اول حاجه هيرجع الناس حوالين منتخب مصر. تاني حاجه هو ده اللي هيرجع للعيبه ثقتهم في نفسهم. انت النهارده بقالك سنين بتعاني ان في كل نادي بيحاول يوصل رساله لجمهوره ان النادي اهم من اي حاجه تانية، حتى كمان اهم من المنتخب. مصلحه النادي اهم من المنتخب. وده عشان اقول لكم بس من 15 20 سنه ما كانش حد يقدر يعمله، لكن حصلت بعض الاحداث خلت ان الناس تتجرأ وتطلع بفكره ان لا، النادي اهم من المنتخب. سواء بقى الناس دي من ناس شغالين مع الانديه، ناس تابعه مجالس الاداره، ناس يعني ليهم طبعا مصلحه ان الرساله دي توصل لفئه معينه من الجمهور. وده كان واحد من اهم الاسباب الرئيسيه اللي بعدت الجمهور عن المنتخب. طبعا في حاجات تانية ساعدت في ان الجمهور يبعد عن المنتخب. النهارده اللي كابتن حسام بيعمله هو ده الصح في الكوره. الراجل بيقول ايه؟ بيقول لك انا مش هريح حد عشان خاطر ماتش تاني. انا المنتخب انا اهم من اي حد. انا المنتخب لازم ينجح، وهي دي الحقيقه. والانديه برضو لازم تنجح. السكه اللي خدها حسام حسن دي انا في رايي ان هي بدايه نجاح حسام حسن. بدايه اي مدرب او بدايه نجاح اي مدرب في اي مكان، خاصه منتخب مصر الاول، هو ان انت ما تسمعش الكلام ولا تسمع لحد ولا تسمح لحد ان هو يقول لك انت تعمل ايه وما تعملش ايه، طالما في صميم شغلك. هو ده المدرب الذكر. هو ده المدرب اللي ما بياكلش عيش. ما انت جاي تشتغل شغلانه، يا جاي تشتغل وتفرض نفسك وتقول انا بشتغل بالسيستم الفلاني طالما ان القوانين دي هي اللي بتسمح لي ان انا اشتغل، يا اما جاي تاكل عيش، جاي تسمع وتقول حاضر وامين وتاكل عيش. واحده من اهم المزايا اللي انا سعيد بيها في وجود حسام حسن وابراهيم حسن على راس الاداره الفنيه والاداره الاداريه لمنتخب مصر ان هم مش هياكلوا عيش، هيعملوا الاعراف والاصول. على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه. ممكن كابتن حسام يريح لعيبه، على فكره ممكن يريح لعيبه، بس هو يهمه جدا ان من خلال المؤتمر الصحفي ده اللي هو النهارده ان هو يوصل رساله ان المنتخب اهم من اي حد واهم من اي حاجه. خلوا بالكم. ف احنا للاسف وصلنا لزمن بقى مصلحه بعض الاعلاميين مع الانديه اكتر من المنتخبات. وبكلمكم على للاسف يعني على عدد كبير جدا من الاعلاميين. فالنهارده تلاقي الاعلاميين بيطلعوا في برامجهم مع كامل الاحترام ليهم يعني بيوصلوا رسائل مبطنه للجمهور بشكل يعني غير مباشر ان الانديه اللي هم بينتموا ليها اهم من المنتخب. فتلاقي بعض الاعلاميين كده طالع ايه في رساله واضحه يعني ان لا، لازم ان اللعيبه تتساب للنادي الفلاني وبتاع. الكلام ده ما كانش حد يقدر يقوله من 15 20 سنه. ما كانش حد يقدر يقوله. المنتخب اهم من اي مكان، اهم من الاهلي واهم من الزمالك واهم من الجن الازرق. ده منتخب مصر. زي ما حضراتكم سمعتوا، ده كان تعليق الكابتن احمد حسام ميدو على المشكله الاخيره اللي حصلت طبعا بسبب راحه بعض من اللعيبه في النادي الاهلي او الزمالك حسب طلب انديتهم مع الكابتن حسام حسن. وقال ان الكابتن حسام حسن مش هيمشي معاه الكلام دوت، وان هو مصر على تواجد اللعيبه اللي هو اختارها حتى لو كان دي بطوله دوليه وديه.
والمباراة طبعا يعني زي ما بيقولوا كده تحصيل حصل، لكن الراجل عايز يثبت نفسه وعايز يقول ان انا مدرب كويس، فبالتالي مش عايز يخسر اي ورقة من الاوراق اللي موجودة معاه، سواء لعيبة اهلي زمالك او ايا كان من الاندية اللي كانت طلبت اراحة لاعبيها، وقالوا ان البطولة دي يعني مش مهمة، وان طبعا احنا عندنا بطولات تانية بننافس عليها في الاندية زي بطولة دوري الابطال الافريقي وخلافه. وبالتالي رفض الكابتن حسام حسن، وده كان تعليق طبعا الكابتن احمد حسام ميدو على هذه المشكله. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى لو وصلت معانا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، اشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.